أهلا بيكم في قناتكم دويتش ميت فيا. النهاردة أنا جايب لكم بعض أدوات الربط اللي بنستخدمها للربط بين جملتين أو كلمتين، والنهاردة هناخد 4 أدوات ربط هم den, aber, oder und. وتعالوا النهاردة ناخد أول أداة لوحدها. نبدأ بدن. دن دي معناها لأن. الباشبيل بتاعنا Klaus muss viel lernen, denn hat bald Prüfungen. يتعين على كلاوس أن يدرس كثيرا لأن لديه امتحانات قريبة. الجملة دي فيها شقين. الجزء الأولاني إن كلاوس بيتعين عليه أن يدرس كثيرا ليه؟ والجزء الثاني لديه امتحانات قريبة. ده السبب إن هو يدرس كثيرا. السبب موجود في الجملة التانية، عشان كده لازم يتم الربط بين الجملتين، وأداة الربط المناسبة هي لأن أو دن، عشان كده بنستخدمها لما نعبر عن السبب. تاني أداة ربط عندنا aber بمعنى لكن. البايشبيل بتاعنا Ich möchte ein Auto kaufen, aber ich habe ein Geld. هنا معناها أنا عايز أشتري عربية ولكن ليس لدي الأموال. الجزء الأولاني أنا عايز أشتري عربية، الجزء الثاني أنا ليس معي المال الكافي. هنا في تضاد في الرغبة في شراء العربية وعدم توافر المال. يكون أداة الربط aber بمعنى لكن، هي عشان كده بنستخدمها لما نعبر عن التضاد. ثالث أداة ربط oder أو. البايشبيل kommt ihr am Sonntag oder am Freitag. هل ستأتي يوم الحد أو الجمعة؟ أداة الربط دي بنستخدمها للاختيار بين أمرين زي المثال بتاعنا ده، عشان كده احنا بنستخدمها لما نعبر عن الاختيار بين أمرين. رابع أداة ربط معانا النهاردة und يعني و. البايشبيل Tina bleibt heute zu Hause und liest ein Buch. تينا هتبقى في المنزل اليوم وتقرأ كتابا. الجزء الأول من الجملة تينا تبقى في المنزل. طب ليه؟ أو هتعمل إيه؟ عشان هتقرأ كتاب. يكون أداة الربط و. نستعمل الربط ده لما نربط الجملتين بغرض إضافة معنى للجملة الأولى، عشان كده بنستخدمها دايما أداة الربط دي للتعبير عن الإضافة. آخر حاجة برضو خد بالك منها، دن وآبا لازم يكون قبلها فاصلة. oder وund في الأغلب مفيش قبلهم فاصلة. كده احنا خلصنا 4 أدوات ربط النهاردة. نتمنى تكونوا استفدتم، ولو ليكم أي استفسارات ابعتولي في الكومنتات وأنا هرد عليكم. أو في دزين.